السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني. يا رب جميعا تكوني بخير يا سندريلا وبصحة وعافية، وكل سنة وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يتقبل منكم يا رب الصيام والقيام وصالح الأعمال. النهاردة ان شاء الله وبناء على طلبكم هنظبط التلاجة مع بعض. انا فضيت منها الحاجة دلوقتي، وطبعا الحمد لله انا كنت يعني على طول ايدي فيها، فعلى طول كنت بنضفها. وبرضه هنزل لكم في صندوق الوصف التنظيف العميق للتلاجة، لان بصراحة الفيديو ده حلو جدا جدا، ويعني اللي هو بنضف تنظيف عميق قوي قوي، وفيها كام تكه كده مفيده بالنسبه لكم هتساعدكم في التنظيف. بس بصراحه هو الفيديو ما اخدش حقه خالص يعني. فهنزل لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف برضو تشوفوه وان شاء الله الفيديو يعجبكم. النهارده بقى انا نزلت الحاجه اللي في التلاجة، يعني جبت المنظمات اللي انا عرضتها وريتها لكم وانا بشتريها من سوق لندن في الشويخ. لسه مش عارفه احطها ازاي، بس يعني مثلا بفكر انه كل منظم يبقى فيه حاجته، يعني مثلا الجبن لوحدها، الحاجات التانية لوحدها، الكاتشب، المايونيز، الكلام ده. في حاجات طبعا عندي ناقصة هشتريها قبل رمضان يعني. بس نحاول نظبط بحيث لما نجيب بقى الحاجة بتاعتنا اللي هي اللي ناقصة، اللي هي حاجة الشهر العادية يعني، يبقى الأماكن بتاعتها تكون معروفة وتكون منظمة. ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده دي المنظمات اهي. لسه مش عارفة بقى ايه هبدأ اعمل فيها ايه. هظبط لكم بس الاتجاه ناحية التلاجة عشان تشوفوها. دي التلاجة هي يا بنات وهي فاضية، وزي ما قلت لكم التنظيف بتاعها بيبقى سهل وبالخلطة اللي انا كنت عاملاها. ان شاء الله برضو الفيديو يعجبكم وياخد نصيب. المنظمات اهي انا جبت دول 4. خليكم معايا كده يا بنات. انا جبت ال4 دول زي ده كده، يعني اللي هو الحجم ده، يعني مثلا ممكن يتحط كده. تمام. احنا ايه يعني هنجرب. ده يدخل لورا، لكن من هنا مش داخل للاخر. فاهميني؟ انا كمان كنت عايزه احط ده في الباب. انا تقريبا جبت من ده 3 بس مش 4. وبالنسبه بقى للسعر ده عايز يتغسل. هغسله الاول كده بالليفه، او ممكن نخليه ناحيه جوه كده. بصوا كده. هظبط الدنيا كده وايه، هنشوف هنحط هنا ايه وهنا ايه، ونرجع مع بعض تاني. بصوا كده يا بنات، انا هنا حطيت اللي هي الحاجات اللي هي المعلبه، يعني اللي هو المايونيز، الكاتشب، المربى، برطمان المربى، اللبن الرايب الصغير. ده نحطه هنا. تمام. الجزء ده برضو عندي فاضي. انا حاولت احط الرفيع ده في باب التلاجة، ما دخلش في باب التلاجة للاسف، فهيبقوا معانا هنا. احنا لسه معانا دول. هنبدأ بقى نحط مثلا الجبن لوحدها في واحدة. ال دي بتيجي كده عادي، يعني دي بتدخل كده مثلا. هنشوف كده بيجوا كام واحدة جنب بعض، عشان لو هتشتروا تبقوا عارفين. كده دول مش جايين جنب بعض. هيجوا 2 هنا. تمام. 2 تحت هنا كده. كنا المفروض كده. بصوا كده يا حبايبي، يعني 2 رفيعين هنا وده في النص. هو المقاس عندي ما ياخدش ده 3 جنب بعض، ياخد 2 بس، ياخد 2. خلاص. خلونا بقى نرص الحاجة في التلاجة، وبعد كده نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي.
هعمل الزيتون والمخللات في واحده لوحدها، عشان ابقى عارفه ان الزيتون والمخلل هنا ايه مع بعض كده، ولا اخليهم فوق مع علي. هنا عندي فاكهه فراوله اخليها تحت خلاص. مكملين مع بعض. تاني يا حبايبي بعد ما ظبطت الحاجه في التلاجة هوريها لكم طبعا حاجه وعشان تبقوا عارفين السمك والمساحات. بالنسبه للجزء ده مش بيخش لا في الباب، يعني ما بيتحطش في الباب ولا بيتحط في الشير فوق، مش بيدخل في الشير، يعني اللي هو اعلى من الشير، فبرضه تبقي عارفه النقطه دي. يعني ممكن الجزء اللي هو ده اقل سمك شويه فممكن يدخل فوق. انا هنا حطيت 2 رفيعين وواحد في النص، وهنا 2 و2. انت طبعا لو تلاجتك اعرض هتاخد اعرض. تعالوا بقى نشوف انا ظبطت الحاجه بتاعتي ازاي. بصراحه يعني ادت شكل حلو جدا للتلاجة وشيك، وايدك على طول تبقى سهله ان احنا نجيب الحاجه بتاعتنا، ما نقعدش ندور ونكتب الدنيا. بصوا كده يا بنات، فوق زي ما قلت لكم هو ما جاش هنا في الشير، انا حطيت فوق هنا الصلصه وعلبه الحلاوه دي، ودي علبه جبنه اسطنبولي كبيره مش هتدخل في المنظم. بعد كده المنظم اللي في النص ده انا حطيت فيه اللي هو اللانشون والهوت دوج، يعني الحاجات اللي هي اللحوم شويه. وطبعا ده بره، يعني ده اللي هو المفتوح. الجزء ده انا عملته للزبادي، وانتوا عارفين طبعا رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين، فهيبقى فيه الزبادي كتير، فبالنسبه لي هيبقى ده الركن بتاع الزبادي. هنا زي ما وريتكم في الفيديو الاول، المقطع اللي قبله كان مربى وكاتشب ومايونيز واللبن الرايب. الرف اللي بعد كده هنا حطيت الجبن كلها بانواعها، جبنه رومي، جبنه البيضه، جبنه الموتزاريلا. جبنه الموتزاريلا انا ما بحطهاش في الفريزر، عشان لما بحطها في الفريزر بتجمد بتمسك في بعضها، فبحطها بس في التلاجة زي المحلات. يعني في المحلات ما بيبقاش حاططها في الفريزر. وده اللي هو الجزء بتاع المخلل والزيتون الاسمر، الزيتون الاخضر، الخيار المخلل، ده اللي هو الجزء المخلل. لو جينا الجزء اللي تحت ده انا عملته للفاكهه. عملت ده كان عندي 2 فراوله وكانتالوب و2 جوافه من الباقيين. انا بحب اكل الجوافه كده، يعني ساعات اعملها عصير وساعات اكلها كده. الجزء ده بصوا بقى احلى حاجه عجبتني ان هو ممكن ياخد 2 فوق بعض. بصوا يعني ممكن ياخد 2 فوق بعض، فدي برضو ميزه حلوه. هنا انا كان عندي باقي قطعه تورته صغيره، عايزه بقى اغلفها ورق النايلون. هنغلفها الاول وبعد كده نحطها. وهنا العيش، فبالنسبه لك لو انت حطيتي عيش هنا وحطيتي فوق حاجه، يعني الاتنين بصوا الاتنين بيركبوا على بعض عادي اهو، شايفين؟ يعني الاتنين الرف واخد 2 مفيش مشكله. تحت في الدرج عندي مش كبير، فهو مش واخد غير واحده بس طويله، فعايزه اجيب حاجه هنا زي ايه، يعني مثلا تبقى مربعه، عارفين؟ فهروح ان شاء الله سيتي ستار اجيب حاجه مربعه للطماطم مثلا للكلام من هنا. ده اخد الفلفل والخيار والليمون دول مع بعض. هنا بقى مثلا تبقى الطماطم. عايزين كمان نظبط بقى ان يبقى في خضره، يبقى في بقدونس، يبقى في كده. بس مبدئيا الدنيا لطيفه، حاسه بنظافه. عيني شايفه كل حاجه، يعني عيني شايفه، بمد ايدي هنا بمد ايدي هنا، فانا شايفه الدنيا ماشيه ازاي. بالنسبه للباب زي ما قلت لكم الطويل ده ما اخدش، ما دخلش هنا، فلو في حاجه ارفع ممكن هشوفها برضو. وهنا العصاير والميه والحليب. يعني الدنيا بسيطه هاديه. انا زي ما انا قلت لكم مش مكلفه في طلباتي، بجيب بس الحاجات اللي انا بستخدمها. والحمد لله على كل حال، يعني ربنا يديمها نعمه علينا يا رب، ويبلغنا رمضان كده واحنا في احسن حال وفي احسن صحه. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون خفيف كده لطيف ظريف. عرفتوا شكل المنظمات، عشان بنات كتير قالت لي لما تيجي ترتبي التلاجة يا ام فيروز لازم تقول لنا، فاهو انا جبتها لكم اهوت وظبطتها لكم. شكلها طبعا يعني جميل وشيك جدا، اصلا مجرد بس ما تفتحي التلاجة، يعني خلينا نقفل التلاجة كده. يعني بصوا هنا، يعني ما نيجي نفتح التلاجة شايفين
تحسي كده ايه بنظافة كده، وتحسي ان شكل التلاجة بتاعك مبهج وعينك شايفة كل حاجة. ان شاء الله يا حبيبي تلاقوا المنظمات زي ما قلت لكم يا في سوق لندن، وفي بنات كتير قالت موجوده في سيتي ستار باشكال كتير وباحجام مختلفه، وطبعا دول موجودين في مصر كتير. فيعني مبروك عليكم، وان شاء الله تجيبوا وتنظموا ثلاجتكم، ويكون الفيديو ده شجعكم ان تشوفوا الحاجه قدام عينيكم وترتبوها قبل رمضان. ويلا قومي وتشجعي وانزلي كده هاتي المنظمات وقولي لي انت عملتي ايه. وطبعا هتختاري اللون على حسب درجه المطبخ بتاعك. انا مختاره اللون الاخضر لان انا مظبطه هنا التلاجة باللون الاخضر. لسه بقى هنزوق التلاجة بقى بحاجه رمضان ونظبطها كده تظبيطه حلوه من بره كمان، زي ما من بره كمان تبقى من جوه كمان متظبطه. باي باي، اشوفكم على خير، السلام عليكم.